حصل على صيد ثمين بعد الفوز في بطولة دوري أبطال آسيا على يوكوهاما. قبل ذلك تجاوز الهلال والنصر ونساف بعد أن تصدر المجموعة الأولى، وسيدافع عن رحلة لقبه الآسيوي في منتصف الشهر المقبل. ركلة البداية لمصلحة البطايح، الفريق الواقعي، الفريق المثالي، الفريق الذي يقدم كرة قدم جميلة مع المدرب الكرواتي غوران توميتش صاحب 47 عام، والذي وصل في يناير الماضي خلفا لرادوي وكان أحد نادي بورتو. طبعا خالد بوطي قادما من الوحدة سيغوفيا. هذه تسديده من بندر والعرضيه البحث عن راسيه لابا كوجو، لكن ايضا التغطيه من سعيد جمعه. ما زالت الفرصه، وصلت الى كاكو، خطيره الكره لكن الكره بتعدي الكره الى بالاسيوس مر تقدم من محمد احمد يبحث عن كره عرضيه، وصلت استلام تحضير كره سفيان، ركله جزاء لمصلحه العين في الدقيقه السادسه. ركله جزاء في توقيت مبكر لمصلحه سفيان رحيمي، يسقط. هل يحرك شباك الراقي؟ هل يحرك شباك البطايح في الدقائق الأولى على انطلاقة المباراة؟ كوجو يتقدم الآن، كوجو لابا ودرويش. كوجو فعلها كوجو لابا يكسر الأرقام القياسية مع الزعيم في هذا الموسم. منذ بداية الموسم كوجو لابا يصل إلى هدفه الثالث بعد 100 في بطولة الدوري، هدفه الرابع هذا الموسم، ويصل إلى هدفه رقم 128 في جميع البطولات مع نادي العين، ويضع الزعيم في المقدمة دائما وأبدا. الزعيم يتقدم بالتأكيد بهدف عن طريق كوجو لابا. وصلت في هذا المكان محاولة عن طريق بندر، لمسة للأمام من جانب كاكو إلى سفيان، عرضية خطيرة، جول فعلها العين. محمد أحمد يسجل في مرمى، هدف عكسي، يتقدم من خلال العين بهدف المباراة الثاني. المدافع العيناوي السابق يسجل في مرماه ليتقدم للعين بالهدف الثاني بعد عرضية كانت من جانب سفيان رحيمي، والعين يريد أن ينهي الأمور مبكرا هنا على استاد خالد بن محمد. كرة عرضية مثالية كانت قوية، تسبب من خلالها بهدف عكسي محمد أحمد ليتقدم العين. لكن شوف التمرير، العين ما زال متقدما بهدفين مقابل شيء بشكل قصير. بالاسيوس وصلت إلى كاكو، تحضير الكرة بتصل في هذا المكان إلى بندر، بيسدد كرة، الله! هدف الجولة يحسم يا بندر، هدف الجولة يحسم يا بندر. أوه، هدف صاروخي. بندر الأحبابي يسجل هدف في منتهى الروعة في شباك البطايح في الدقيقة 16، والكرة تستقر في شباك البطايح بكرة متحركة تحركت من خلالها شباك البطايح، وسجل جوسنا هدفين. ومباراة الإياب أيضا فاز فيها العين على استاد هزاع بن زايد بهدفين لهدف سفيان وتزيلي، وأبونج سجل هدف الوحيد للبطايح. هذه كرة خطيرة، الكرة مرت كرة سفيان رحيمي، كان شكلها عرضية لكن باتجاه المرمى كانت برصيد 37 نقطة. هذه كرة أناتول أبونج يدخل منطقة الجزاء أمامه بارك أناتول، لكن بارك واتخذ 5 لاعبين من العين. لكن أمامنا في المساحة سعيد جمعة، مر تقدم سعيد والتمريرة للأمام، كرة لكن بيخلصها كوميك، خطيرة كرة داخل منطقة الجزاء، فرصة هدف تضيع على نادي البطايح. محمد جمعة حاول فيها في اللقطة الماضية، مختلفة عن هذا الأداء، عن هذا المستوى. التمرير إلى سعيد جمعة في الطرف الأيمن، يحاول أمامه خالد بوطي، يدخل منطقة الجزاء، باولينيو والتحرك، خطيرة، جول باولينيو يسجل هدف البطايح الأول. باولينيو يسجل في شباك العين في الوقت المحتسب بدل الضيع في الزاوية اللي يقف فيها خالد عيسى، وضعها على طريقة كرة الصلاة، على طريقة كرة الصلاة. نعم باولينيو هذه لعباته وهذه كراته. شوف الكرة من جانب سعيد جمعة، وشوف تحرك باولينيو. يحيى نادر وينك يا يحيى؟ الكرة باولينيو لا يرحم بطيء، والخروج من منطقة الجزاء. كرة إلى كاكو وصلت الكرة إلى كوجو لابا، تحرك رحيمي، ما زالت الفرصة عند كوجو لابا، شوف التحرك، هذه كرة خطيرة، بالاسيوس والرابع، بالاسيوس كوجو، فعلها كوجو لابا، أفضل هداف أجنبي في تاريخ الزعيم،
كوتشو لابا يسجل ثنائية في مباراة الليلة ورابع أهداف الزعيم، ويصل إلى هدفه 129 في جميع المسابقات والبطولات مع الزعيم العيناوي. في كرة قطعها خالد بوطي في لقطة كان يطالب فيها الفارو بركلة جزاء مرتدة، وصلت الكرة إلى كاكو إلى كوتشو لابا. الله الله على سحر العين، الله على سحر العين. داخل منطقة جزاء نادي العين. حكم المباراة أمام خيارين، إما أن يحتسب هدف كوتشو لابا أو يلغيه ويعود ويحتسب ضربة جزاء لمصلحة نادي البطايح. بدر بوجمهور اتخذ القرار، بدر بوجمهور اتخذ القرار. ركلة جزاء للبطايح، ركلة جزاء للبطايح في أداء أوليفيرا. هو اللي تحصل على ركلة الجزاء، هو اللي سيتقدم لتنفيذ ركلة الجزاء في مواجهة خالد عيسى. خالد بوطي المباراة يا الفارو في قمة تركيزه قبل تنفيذ ركلة جزاء. الفارو دي أوليفيرا وخالد عيسى. الفارو يتقدم الآن، الفارو يتقدم، يسجل دي أوليفيرا هدف تقليص الفارق للبطايح من علامة الجزاء في الدقيقة 58. والبطايح يبحث عن العودة بعد التأخر ب3 أهداف. الفارو يسجل ثاني أهداف البطايح، ثاني الخطأ والركلة الحرة المباشرة على مرمى درويش محمد. كاكو يتقدم يلعب كرة داخل منطقة الجزاء، الكرة إلى ركنية لمصلحة خطير البطايح، يفكر بالتعادل البطايح. كرة وصلت لمحمد جمعة، كرة عرضية، الله خطيرة كانت للبطايح عن طريق أناتول أبونج. التعادل كان قريبا للبطايح في اللقطة الماضية، لكن شوف هذه الفرصة وشوف هذه اللقطة التي مرت إلى كاكو. وحاول العين الهدف الرابع للعين يقترب، ربما هذه كرة من يحيى نادر، عرضية متابعة رحيمي إلى كاكو. هذه كرة في الجهة اليسرى، البحث عن عرضية من جانب خالد بوطي، عرضية مثالية باتجاه كوتشو لابا، خطيرة الراسية لكن سهلة بيسيطر عليها درويش، لأنه نتيجة 3-2 حتى الآن تخوف. والكرة وصلت إلى كاكو، سدد كاكو، الله يا درويش، تصدت درويش يمنع العين من هدلمها. كاكو فتح، كاكو سدد، ركنها على يمين درويش. باولينيو أو يتقدم بارك، لمسة جونيو خطيرة، سفيان رحيمي، جول. أوه كوتشو لابا، لكن ديني بورجيس في آخر لحظة يشارك في هذه اللحظات اللاعب الأرجنتيني سانابريا، ماتيو سانابريا إلى سفيان رحيمي يدخل منطقة الجزاء، ربما الحل عند رحيمي إلى كوتشو لابا، الحل عند رحيمي، لكن هناك خطأ أمام الفارو يحاول، لكن مكوامي الفارو ما زال بيسيطر عليها. كرة عرضية لكن ما زالت الفرصة. خليل، الله لكن هناك هدف يلغى من جانب حكم المباراة. تسديدة أحمد خليل وتصدي خالد عيسى، تصدي الجولة، لكن هناك الخطأ الذي يحتسبه حكم المباراة بدر بوجمهور، خطأ لمصلحة بندر الأحبابي. وما زال لاعبي فريق البطايح يحتجوا على قرار الحكم. عبد الله الرفاعي كان واضح أمامنا في اللقطة الماضية. بدر بوجمهور سيتجه إلى تقنية الفيديو، سيشاهد اللقطة، وبدر بوجمهور ماذا سيقرر في هذه اللقطة؟ بدر بوجمهور ماذا يقرر في هذه اللقطة؟ أوه يحتسب هدف البطايح، التعادل البطايح، يحتسب هدف للبطايح.